السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله متابعيني في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شرفتوني ونورتوني في قناتي المتواضعة. النهاردة هعمل معاكم ميدالية حرف الام بناء على طلب متابعيني الحلوين حبايبي. هعمله النهاردة معاكم بكل يسر وبكل سهولة، ومعايا خرز مقاس 6 زي ما انتوا عارفين، وحلقة الميدالية وأدواتي اللي أنا بشتغل بيها. هنتكل على الله ونسمي ونصلي على رسول الله ونعمل حرف الام مع بعض. نبتدي كده يا حبايبي. اول غرزة معانا غرزة رباعية، بنحط 4 خرزات في الخيط. لو ملون بتحطي خرزة وخرزة، لو لون واحد بتحطي ال4 خرزات. انا حطيت هنا واحدة كشميري وواحدة نبيتي وواحدة كشميري وواحدة نبيتي، وبقفل ال4 خرزات بتوعي، بشد جامد وادخل العقدة في النص. حرف الام احنا هنعمل 5 غرز رباعية، بس هنعمل اخر غرزة مختلفة عن التانية. بعد كده زي ما اتعودنا ان احنا بنحط خرزاية في طرف وخرزتين في طرف، وبنقفل الغرزة بتاعتنا اللي فيه في الطرف اللي فيه الخرزتين، وبنشد كده وندخل العقدة جوه الخرزة. ادي كده 2. هنعمل التالتة، هنحط خرزتين في طرف وخرزاية في طرف. ادي كده خرزاية، وادي التانية، ونحط التانية في الطرف التاني. وبعد الخيط ورا الفتلة للناس اللي لسه داخلة واول مرة تشتغل شغل الخرز، برضو بعيد عليكم تاني اهوت كل مرة طريقة قفل الغرزة، وبنلف وندخل الغرزة جوه الخرزة. يبقى انا كده عملت 3. هنعمل الغرزة الرابعة. كده عملت ال4 غرز الرباعية. الغرزة ال5 بحط ال3 خرزات في الطرف الشمال وبقفل الغرزة بتاعتي. كده الخيط هيطلع لنا من الجنب مش من فوق زي احنا ما كنا متعودين اهو. كده طلع لي الخيط الطرفين طلعوا لي من الجنب ماشي. بعد كده هعمل غرزة ثلاثية، هحط خرزتين، واحدة كشميري برضو في الطرف الشمال يا حبايب، واحدة كشميري وواحدة نبيتي، وهقفل الغرزة بتاعتي. ناس هتقولي انت حطيتي 2 بس وانت بتقولي غرزة ثلاثية، احنا معانا واحدة قديمة يبقى 3 خرزات، واقفل الغرزة بتاعتي. حلو كده. هعمل بعديها غرزة رباعية. طب انا عايزة الغرزة الرباعية هنا جنب مني كمان واحدة، يبقى هعدي بالخيط بتاعي ده في الخرزة ديت، في الخرزة اللي هي في الجنب دهيت اهي، اللي هي اصلا كانت معمولة، بعدي فيها بالخيط بتاعي. يبقى انا كده معايا خرزتين، ادي خرزاية وادي خرزاية يبقوا 2، يبقى هحط عليهم خرزتين. احط في الطرف ده كده، في اللي طالع دهوت برضو اللي انا عديته في الخرز ده اللي انا هحط فيه الخرز بتاعي، يبقى احط فيه خرزتين وهقفل كده يا حبايب اهو، واسحب الغرزة بتاعتي جوه. هعمل برضو غرزة رباعية كده. بعد انا ما عملت الرباعية دي هعمل فيها رباعية كمان، بس احط ال3 خرزات في الفتلة اللي طالعة من فوق مش من اللي تحت، هحط في اللي فوق. حطيت كده ال3 خرزات فوق، وهقفل
وهقفل الغرزة بتاعتي. ودايما تختاري الخرزاية اللي عينيها واسعة عشان الخيط لو عدى فيها كذا مرة يخرج ويطلع بسهولة. تمام. عملتها كده، الخيط بتاعي طلع لي لتحت، الاتجاه بتاعه بقى لتحت، عشان انا هعمل فيها كمان غرزة رباعية. وبرضو هحط الثلاث خرزات في الفتلة اللي هي الجنب الشمال ديت، او زي ما تكون عندك اللي هي هنا، عشان انا هطلع بيها ايه، عايزة الخيط يطلع لي من الخرزة النبيتي دي اللي هي اتجاهها لبره. فانا هحط كده واحدة نبيتي، واحدة كشميري، واحدة نبيتي تاني اها. انت بقى على حسب الالوان اللي انت بتختاري بيها نظمي. تمام. ادي كده انا عملت دي كده. مش هعمل عقدة زي احنا ما كنا بنعمله، لا انا هدخل بيها في الخرزة دي كده، وبطلع بالفتلة بعد ما عديتها هنا، بطلع بيها في الخرزة النبيتي اللي في الجنب دي، بعديها كده منها، وبعدين بعدي في الكشميري، وبعدين بدخل في النبيتي دي كده، بعدي في النبيتي اللي هي في الجنب اللي انا اصلا هشتغل عليها، واجي بالفتلة اللي تحت دي كمان اعكسها واعدي في الفتلة النبيتي. تمام كده. عشان الشغل هيبقى على ايه، على النبيتي ديت اعمل فيها واحدة رباعية كمان، هحط الخرز كله في الفتلة اللي تحت عشان الفتلة بتاعتي تطلع لي فوق. فهحط انا معايا واحدة، هحط 3 نبيتي، هحط ال3 نبيتي كلهم كده في الفتلة اللي طالعة من تحت، واقفل الغرزة بتاعتي. رجعنا ايه نشتغل تاني اهوت زي ما كنا شغالين كده. طلعت الفتلتين بتوعي طلعوا لفوق اهم، طالعين من فوق. هاجي على الفتلة اللي من يم الشمال دي، الفتلة الشمال، واحط فيها خرزتين، واحدة كشميري وواحدة نبيتي، تبقى غرزة ثلاثية، واقفل الغرزة بتاعتي. بعد كده هشتغل غرزة رباعية. طيب انا معايا هنا هشتغل غرزة رباعية في الفتلة اللي فوق دي، هحط فيها ال3 خرزات. تمام. هحط عشان دي نبيتي، هحط واحدة كشميري، واحدة نبيتي، وواحدة كشميري. تمام. ونقفل الغرزة بتاعتنا. بعد كده يا حبايبي هحط خرزتين عشان اعمل غرزة رباعية تاني. انا خلصت اللي فوق دي كده، دخلت بالخيط بتاعي في الغرزة اللي تحت منها اللي هي النبيتي، انا بكرر معاكم تاني اها، وايه، واحط فيها خرزتين، هحط واحدة كشميري، واحدة نبيتي، كده يا حبايبي. هدخل بالفتلة بتاعتي هنا في الخرزة النبيتي بتاعت الغرزة اللي تحت منها، واجي احط في الطرف اللي فوق ده، هحط واحدة نبيتي، واحدة كشميري، واقفل الغرزة. الخيطة كده ايه قصرت مني، فانا برضو هعمل بقى غرزة واجي اكمل بخيط جديد. تمام. بعد كده هكمل. انا كنت عاملة هنا كام واحدة غرزة رباعية، 1 2 3 4 5، وهنا عملت كده 2، يبقى فاضل لي 3 غرز رباعية. هكمل ال3 غرز الرباعية دولي واحط فتلة جديدة، واجي اشبك معاكم الحرف الوشين اللي انا عملتهم دول ايه في بعض.
تمام. هو مفضلش غير هنا 3 غرز ايه رباعية بس. هنحط واحدة في طرف وهنحط 2 في طرف كده، عشان برضو الناس اللي لسه داخله جديد ما بيبقوش عارفين هو ايه، اللي لسه بيتعلموا شغل الخرز فبيبقوا تايهين شويه. فانا معاكم برضو واحده واحده اهو وبالراحه اهو، عشان هم بيقولوا الفيديوهات بتجري بسرعه، فاحنا بنجري بسرعه ليه؟ عشان خاطر وقت الفيديو اصلا مش مسموح لنا اكتر من كده ان احنا نطول في الفيديو. احنا فيديوهاتنا بتبقى طويله جدا عن فيديوهات الطبيخ اي فيديوهات تانية. بعد كده برضو ادي كده بقى 3، يبقى فاضل لي 2. هحط برضو 2 في طرف وواحدة في طرف، وهقفل الغرزة بقى. هربط بقى دي عشان الفتلة كده خلصت، وهكمل بخيطة جديدة. تمام. هقفل دي بقى انا كده وهكمل انا كده. فاضل لي غرزة واحدة هعملها وهرجع لكم تاني. انا كده يا حبايبي عملت الغرزة الاخيرة. هشبك بقى ايه الوشين بتوعي في بعض، ده في ده. طيب هعمل ايه؟ هحط زي احنا ما اتعودنا قبل كده خرزاية الطرف ده وخرزاية الطرف التاني، وهعدي بطرف منهم جوه الخرزة دي كده، وهقفل في الخرزاية التانية دي او اعديه كده في الطرفية التانية من غير ما اقفل اهو. انا بقول لكم كده ولا كده سيان، يعني عايزة تعملي باي طريقة ماشية معاكي. تمام. هتطلع عندك كده غرزة رباعية تحت، سواء قفلتيها عقدتيها او لا، هي كده معاكي اهي. تمام. هنطلع بالطرفين بقى لجوه كده. انا حبيت المرة دي اشتغل معاكم من جوه، عشان كل مرة كنت بشتغل من بره، وبره الشغل فيه سهل جدا. تمام. فحبيت اوريكم مرة نشتغل الحرف من بره ومرة هنشتغله من جوه، التقفيل بتاعه من جوه. فكده دخلت الطرفين بتوعي اهو. هثبت واحدة دي كده على ايدي اهو، والتانية احط فيها الخرزاية. برضو هو كلته تقفيل رباعي، بحط خرزاية وبقفل، بحط خرزاية وبقفل كل مرة. تمام. فهو عندي الحرف اهو. معلش انا ايه مش متملكة ان انا امسكه عشان هو لسه سايب من بعضه، واروح قافلة الخرزاية بتاعتي اهو كده. لما تشدي وتقفلي هيثبت معاكي اهوت يا حبايبي اهو. وشدي جامد ودخلي العقدة جوه الخرزاية عشان ما تبقاش باينة. تمام. برضو هعمل نفس الشيء انا قلت لكم قبل كده اهو. انا بعدي فتلة في خرزاية 2 3 على زي انتي ما تتمكني، عشان خاطر مش كل شوية تسيبيها من ايدك عشان تمسكي دي تبقى ثابتة معاكي. ادي كده عديتها كده خرزاية اهو. هعديها الخرزاية التانية دي كده، ولا خلينا واحدة واحدة عشان ما تلخبطوش، عشان الناس اللي لسه داخلة بتتعلم. هحط التانية، اعدي التانية اهيت، اعديها من الخرزة دي كده. انا ماشية بطيئة اهو عشان الناس اللي بتقول الفيديوهات بتبقى سريعة. وهحط خرزاية واحدة، هحط خرزاية اهو واقفل، اعدي اهو تاني اهو. للناس اللي لسه بتتعلم بعدي الفتلة من ورا الفتلة التانية وبعيد بيها، برجع بيها في الخرزاية اللي معايا. تمام كده اهو. برجع بيها اهو ببطيء خالص اهو. الفيديوهات ما هي سريعة وانا ببطأ خالص وماشية معاكم خطوة خطوة بالراحة عشان خاطر الناس اللي لسه بتتعلم. اعدي بالفتلة بتاعتي في الخرزاية اللي واقفة بعديها. بعدي في خرزاية من الجهة دي في الوش ده وفي الوش التاني
من كل جنب نعدي ايه في خرزايه. تمام. وبنحط خرزايه واحده برضو وبنقفل بيها. وبنقفل الخرزايه بتاعتنا. وبقدر الامكان نحاول ناخد بالنا من الشغل ان احنا العقده بتاعتنا تكون جوه الخرزايه عشان متبقاش باينه، ويبقى منظر الشغل بتاعنا مش لطيف. شدي جامد بقى كده واقفلي الشغل بتاعك. تمام. برضو هنكرر الموضوع ونحط ونعدي كده في خرزايه الجنب ده. كل مرة بنحط خرزايه وبنقفل بيها. ونقفل بخرزايه زي ما اتعودنا. انتوا بتلاحظوا معايا اهو ان كده بيتقفل وكله بقى غرز رباعيه. شايفين كده اتقفلت كلها هيت من جوه وبقت كلها ايه غرز رباعيه. هنكرر برضو كده كده كلته تقفيل رباعي. هعمل شويه كده وارجع معاكم تاني. انا هعدي الخيطه في الخرزايه النبيتي اللي هناك دي، واعدي الخيطه التانية في الخرزايه النبيتي دي، وهنحط خرزايه برضو. تمام اهو. والجنب التاني كمان. اعدي بالفتله بتاعتي في الخرزايه اللي واقفه بعديها. بعدي في خرزايه من الجهه دي في الوش ده وفي الوش التاني، من كل جنب نعدي ايه في خرزايه. تمام. وبنحط خرزايه واحده برضو وبنقفل بيها. وبنقفل الخرزايه بتاعتنا. وبقدر الامكان نحاول ناخد بالنا من الشغل ان احنا العقده بتاعتنا تكون جوه الخرزايه عشان متبقاش باينه، ويبقى منظر الشغل بتاعنا مش لطيف. شدي جامد بقى كده واقفلي الشغل بتاعك. تمام. برضو هنكرر الموضوع ونحط ونعدي كده في خرزايه الجنب ده. كل مرة بنحط خرزايه وبنقفل بيها. ونقفل بخرزايه زي ما اتعودنا. انتوا بتلاحظوا معايا اهو ان كده بيتقفل وكله بقى غرز رباعيه. شايفين كده اتقفلت كلها هيت من جوه وبقت كلها ايه غرز رباعيه. هنكرر برضو كده كده كلته تقفيل. كده انا قفلت من الداخلي بتاعه كله اهو. جينا بقى عند اخر واحده كده من فوق اللي بره، وهنحط برضو فيها ايه خرزايه واحده، وهنطلع للتقفيل الخارجي اللي هو على الطرف بره. انا مقفلته من جوه اهوت، هو بقى ايه ماسك نفسه معانا وبقى شكله مظبوط كده ان احنا نعرف نقفله. ما فيهوش اي حاجه، هو كل التركه بتاعته في انك ترسمي الحرف ازاي. بعد كده التقفيل سهل جدا زي ما قلت لكم ان احنا بنعمل
خرزايه ونقفل كل مره، ما فيهوش اي حاجه، غرز رباعيه عاديه. انا بحب اوريكم الحركه بتاعتي دي، ان انا بعدي الفتله في كل الخرز عشان مش كل شويه ايه اطلع وادخل بالفتله. فانا بعديها كده في طرف واحد بس عشان امسكه واثبته في ايدي، والطرف التاني اللي انا بشتغل بيه بس هو بيبقى ايه طرف واحد اللي انا شغاله بيه. فبعدي الخيط في خرزايه واحده كده، واحط الخرزايه بتاعتي اللي انا بقفل بيها. هنا بيوضح معاكم طريقه الشغل برضو اهو. وبروح حاطه معديه الفتله بتاعتي اهي من تحت الخيط بتاعي اللي معدي بين الخرز كده، وبرجع بالخيطه بتاعتي في الخرزه. تمام. وبقفل غرزتي، بشد كده جامد اهو، بثبت كده الحرف في ايدي وبشد الغرزه. بقت كده الخرزايه بتاعتي في النص. بكرر الموضوع بتاعي ده كده تاني اهو. بنعدي وبنحط خرزايه وبنحط خرزايه وبنعدي من تحت الخيط اللي معدي بتاعنا بين الخرز وبعضه اهو، وبرجع بالخيطه بتاعتي في الخرزه وبقفل. هكمل بقى ده لحد ما اوصل هنا للنص واوريكم احنا بنحط حلقه الميداليه بتاعتنا ازاي. انا كده وصلت للنص اهو. فانا هعمل هنا حلقه الميداليه. انا عاملاها في الحرف التاني بره من على الجنب اهي، بس انا حبيت ان انا اعملها في النص. تمام. هحط هنا خرزتين. بتعكسي بقى الخرز، لون الخرز اللي انت شغاله عليه بتحطي اللون التاني مش باللي انت بتشغاله بيه. فانا كده هحط خرزتين اهمت، واحط حلقه الميداليه وبعدين خرزتين كمان، وباجي اعمل ايه بقى يا حبايبي؟ بعدي بالفتله بتاعتي برجع بيها كده خلف خلاف كده ايه في الخرزه اللي طالع منها الخيط. تمام. بقى اعديها كده من هنا دي كده، واللي هي الفتله اللي طالعه الجنب التاني دي باخدها اعديها في الخرز كله. انا وريتها لكم قبل كده في في الميداليات السابقه الحروف اللي انا عملتها قبل كده، بس بكررها تاني اهوت عشان الناس اللي بتدخل مثلا عايزه بس حرف الام وما شافتش اللي قبل كده تبقى عارفه انا شغلي ازاي او بعمل ايه. واجي كده اعدي في بقيه الخرز في الخرزتين اللي معايا دولي، واعدي بيها تاني في الخرزايه الاصليه اللي فيها اللي طالع منها اصلا ايه الخيط. تمام كده اهي كده بقى طلعت لي واحده الجنب ده وواحده الجنب ده. هعدي بيهم تاني في الخرز بتاعي بقى العادي اهوت، ارجع امشي تاني عادي، ادخل هنا الجنب ده، ادخل بالفتله الجنب بتاعي ده، امسكي بصوابعك كده ايه الخرز واعدليه على زي اتجاهك. تمام. والتانية برضو هعديها الجنب ده ونحط خرزايه ونقفل ونمشي شغلنا بقى ايه تاني عادي زي ما كنا بنمشي. ونقفل الخرزه بتاعتنا كده. كده انا خلصت الحرف بتاعي كله غرز رباعيه اهو، وجيت عند الغرزه الاخيره وحطيت فيها الخرزه. هو كده خلص، بس الغرزه الاخيره دي كده مفخفخه. شوفوا كل خرزايه لوحدها، فانا هحاول اجمع بينهم. الف كده بالخيط في الخرز، هلف ايه بالخيط كده في الخرز بتاعي، اعيد بيه كده كده، هثبت عليه. يعني بنثبت الغرزة الأخيرة بتاعتنا بحيث ان يكون الخرز متماسك مع بعضه، والف بالطرف التاني برضو كده اهو.
ده احنا كده بنشطب الشغل بتاعنا. تمام، يعني كل واحد ايه بيشوف الشغل بتاعه، الخياط بيشوف شغله بيعمل كده ايه التنظيف، احنا كمان بنشطب شغلنا وبنثبت عليه بحيث ان الشغل بتاعنا يكون سليم. نعديها كده من هنا برضو اهو، ونعمل عقدة ونرجع بالخيط في الخرزة كده، نعمل عقدة كمان ونثبت شغلنا كويس ونرد بالخيط. انا حبيت ان انا اوريها لكم برضو عشان الناس اللي لسه جديدة في الشغل، وانا عاملة مخصوص الشغل ده عشان الناس اللي بتتعلم لسه من جديد شغل الخرز. فبرجع كده بالخيط بتاعي في الخرزاية بالطرفين اهو، وبنشد الخيط وبندخل العقدة. البنزة المساعدة بتاعتنا اهيت هي اللي بتشد لنا الخيط، وبالراحة وانت بتشدي عشان ما يطلعش كلته بره الجنب التاني. وبعد كده القصافة وبنقص الخيط الزيادة، وبكده بقى عندنا حرف الام. وده اهداء مني لكل متابعيني الحلوين اللي طلبوا حرف الام، وهنوالي بقى ان شاء الله الحروف التانية اللي مطلوبة مننا بإذن الله. محدش يقلق، يعني هعمل لكم كل الحروف اللي انتوا عايزينها. تنسونيش بقى باللايك والشير الكتير عشان الناس كلها تستفيد، واللي لسه داخل قناتي وأول مرة يشوفني يفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل إشعار بكل حاجة جديدة احنا بنعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.